الحالة العربية الرسمية والشعبية سوى كبح والضغط لمنع إسرائيل من القيام بهذا. بريطانيا تعلن مواقف. اليوم ستارمر أعلن موقف يحذر إسرائيل من اجتياح قطاع غزة ويقول لهذا تداعيات خطيرة وكبيرة. رئيس وزراء استراليا وزارة الخارجية أعلنت موقف، بمعنى الغرب يحذر إسرائيل من القيام بهذا. من الطبيعي أن يصدر موقفا عربيا جماعيا عن الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يستخدم إجراءات مباشرة فيما إذا أقدمت إسرائيل على عمليات التطهير العرقي والتهجير الجماعي للسكان مع الإبادة. أقلها هي هذه: قطع العلاقات، تجميد العلاقات مع إسرائيل، الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية لمقاضاة ومحاسبة إسرائيل كدولة مارقة. خارج المعلومات أنه في السنوات التي سبقت 7 أكتوبر شنت 4 حروب على قطاع غزة: 2008 2009 2012 2014 2021 بعد هبة الأقصى القدس باب العمود. وبالضفة الغربية كان هناك مجازر عمليات قتل جماعية بجنين وغير جنين ونابلس على يد الاحتلال قبل 7 أكتوبر. كان عدد الذين قتلوا من الفلسطينيين تجاوز 4000 بين غزة والضفة في السنوات اللي سبقت 7 أكتوبر، أي 4 أضعاف ما قتل من الإسرائيليين ب7 أكتوبر. بالتالي سردية الدم واضحة، وإسرائيل هي التي ترتكب المجازر بحق الفلسطينيين، وهذا ليس ردة فعل. بالتأكيد هذا حرب، إعلان حرب على الشعب الفلسطيني للاستئصال والإبادة والإمحاء، بمعنى ما يجري سواء سيطرة على الأرض وتهجير السكان أو ترتيبات إقليمية تشرف عليها الإدارة الأمريكية تكون فيها إسرائيل تدمج في المنطقة، لكن من موقع القوة المتفوقة وليس القوة التي تريد أن تتعايش مع المنطقة. بالتالي إسرائيل لديها أطماع توسعية. نلاحظ ما تفعله بسوريا، احتلت أجزاء واسعة من الأراضي السورية. لماذا؟ دمرت الجيش السوري بعد سقوط نظام الأسد بشكل كامل، كل البنية التحتية دمرت، وبالتالي ما عاد في خطر عليها. لماذا تحتل أجزاء واسعة من الأراضي السورية؟ لأن عندها أطماع في الأرض. تحتل الآن أجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية، 5 تلال ومناطق كاشفة مشرفة في جنوب لبنان تمنع عودة اللبنانيين. تحتل